كلهم بسكوتات ما عدا ماجد المصري مش بسكوته وممكن يعورك، يبقى ماجد المصري اللي يكسب. استاذ عمرو، ايه الاخبار؟ انا الاخبار الحمد لله حلوه. الف مبروك على الفيلم. الله يبارك فيكي. طب بما اننا بقى في العرض الخاص لسالم والتعبان، ممكن نلعب معاك سالم والتعبان؟ العبي. هديك الموبايل، هتدوس على رول، هنجرب الدايس. حاضر. الرقم اللي هيطلع لك هسألك عليه سؤال. حاضر. 4. اوكي. احمد الالفي كان عنده شله بياخد رايهم في كل حاجه. يا عمرو مين شلتك؟ انا عندي شله العصابه، عندي شله اصدقاء كده يعني دايما باخد رايهم، والحقيقه هم يعني بعتبرهم اهل مش اصدقاء بس. طب مين اكتر حد اراءه يعني بتودي في 60 داهيه؟ لا مش هقول اسمه عشان ما احرجوش، بس في واحد انا بطلت اخد رايه وخلاص، هو عارف نفسه. طيب يلا لفه كمان. 3. اوكي. ملك كانت هترجع احمد بطبخه ملوخيه. ايه الاكله اللي عمرو مش بيقدر يقاومها ابدا؟ انا كعمرو كنت ممكن ارجع بالملوخيه، بس احمد الالفي حصل مشاكل بقى، بس مش هنحرق للناس. اوكي لفه كمان. 1. اوكي. احمد كان توكسيك جدا، وامير كان الجود بوي اللي اي حد يتمناه. شايف ايه الصفه الوحيده اللي بتفرق ما بين الجود بوي والباد بوي؟ على فكره يعني هي الحكايه ما بتتحسبش كده، احمد الالفي مش توكسيك ولا باد بوي، احمد الالفي راجل عدى بازمه منتصف العمر. انا مضطر ادافع عن الشخصيه لان انا بحبه ومقدر اللي هو حس بيه، لانه اللي حس بيه ده حس بيه رجاله كتير جدا في الحياه. احنا سالناك انت مين اللي في الكاست شكله بسكوتيه وممكن يعورك، وقالت اسماء جلال. انت شايف مين من الكاست شكله بسكوتيه بس ممكن يعورك؟ مين من الكاست بسكوتيه شكله ممكن؟ لا يعني ما افتكرش، لا اسماء كلهم بسكوتات ما عدا ماجد المصري مش بسكوته وممكن يعورك، يبقى ماجد المصري اللي يكسب.